رائد اعمال او صاحب شركه لازم تعرف ان خوارزميات السوشيال ميديا اتغيرت، ودي الاستراتيجيه الوحيده اللي هتخليك تحقق انتشار واسع في سنه 2026. من كام سنه كنت محتاج تبني عدد متابعين كبير وبعد كده تنشر محتوى عشان يوصل للناس اللي بيتابعوك، وكل ما يكون عندك متابعين اكتر كل ما محتواك ينتشر اكتر. الاستراتيجيه دي خلاص انتهت، دلوقتي الانتشار مش مرتبط بعدد متابعينك. تيك توك بدأ ده من فترة، ودلوقتي كل منصات السوشيال ميديا عملت نفس الحاجة. يعني ايه؟ يعني لو المحتوى بتاعك كويس الخوارزميات هتنشره لعدد اكبر، نقطة ومن أول السطر. ممكن توصل لآلاف أو حتى ملايين من غير ما تصرف درهم واحد على الإعلانات. وبعد ما عملنا آلاف الفيديوهات الفايرال فهمنا السر، الانتشار مش حظ ومش إعلانات ومش خداع الخوارزميات. الانتشار هو إنك تبقى عارف إيه بالظبط اللي بيخلي الناس توقف سكرول وتتفرج على الفيديو للنهاية وتعمل شير. وده اللي عملناه بالظبط مع دكتور نبيل اللي حقق 8 مليون مشاهدة في أول شهر معانا، وحافظ اللي وصل ل 90,000 متابع في أقل من 3 شهور، وأستاذ طاهر اللي حقق ملايين المشاهدات، وفوز اللي وصلت لأكتر من 40,000 متابع في لمح البصر، وده أخد منهم ساعتين بس من وقتهم في الشهر. احنا هندير لك كل حاجة من وضع استراتيجية مناسبة ليك لتوليد أفكار فايرال مش ترندات كرنج، وكتابة سكريبتات قوية تخلي المشاهد يكمل الفيديو للنهاية، وتصوير الفيديوهات ومونتاجها. مش هتحتاج تقلق من أي تفصيلة. لو جاهز تكون فايرال خلال 90 يوم الجايين اضغط على اللينك اللي تحت.